ازيك يا استاذه مروه؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا والله، يا انا اول حبيبتي، مره اصلا اتكلم في البرنامج. تسلمي لي، اهلا بيكي، اتفضلي تحت امرك. انا كنت عايزه حضرتك تتكلمي ازاي الواحده بعد الانفصال تقدر ان هي تكمل حياتها وتواجه. وتكون قويه كده والدنيا ما تقفش. يا ريت، لان انا اصلا عروسه ما كملتش 7 شهور واتطلقت، وجوزي خاني وضربني لا وكان حول ولا عايز قوه الا يطلعني بالله. بره باب الشقه بقميص النوم. وعملت محاولات كتير، حتى بعد الطلاق عملت محاولات كتير ان ارجع. لقيته ان هو كان عايز يرجع عشان يرجع بس عفشه وكنت عايز ويرجع ترجعي له حاجته. بعد اللي عمله. اه، عشان انا حسيت ان انا اتبهدلت بعد الطلاق قوي، وكل الناس طمعانه فيا وكل الناس بتبص لي بصه اللي انتي اتطلقتي وانتي لسه يعني عروسه سؤال رجعت. سؤال يا حبيبتي، اتبهدلتي اكتر من بهدلتك معاه وهو عايز يخرجك بهدومك الخاصه؟ اه، تهيالي كان مفيش بيكلم اصعب من كده بنات على بهدله. النت. كان بيكلم بنات على النت وكنت بعمل نفسي مش واخده بالي عشان ما اخربش بيتي، عرفتيه وكان منين ده؟ بي عرفتيه منين؟ كان صاحب ابن عمي. والجوازه تمت في قد ايه؟ في سنة ونص، بس ما كانش باين ده كله في الخطوبة خالص. خالص؟ ولا موقف حسيتيه انه ندل وواطي ومش محترم؟ ولا موقف؟ ولا انت اللي كنتش ولا واخده موقف. بالك؟ لا، ولا موقف يا أستاذة مروة. أنا حتى أهلي ما خدوش بالهم من الحاجات دي، وكان كويس جدا. لا حول ولا قوه الا بالله. اتحول فجاه؟ تحول فجأة بقى بني آدم تاني خالص. وأنا حاولت إن أنا أحافظ على بيتي أكتر من مرة اني وكان بيت اللي بيخوني تحافظي بيه. عليه؟ اني بيت؟ اني بيت بيتي اللي أنا لسه اتضربتي كنت فيه عروسة، ولا أنا لسه اتخنتي في فيه؟ لبس ما كنتش لبسته يا وفي حاجات ما حبيبتي، كنتش انتي بتقولي استعملتها. انا فاهمه قصدك، بس معلش، هو البيت ده مش كلمه بنقولها. البيت يعني امان. انتي حسيتي في بيتك ده بالامان؟ لا. طيب، انت اتضربتي في بيتك، واتهنتي في بيتك، واتخنتي في بيتك، واترميتي على السلم بهدومك الخاصة ببيتك، صح؟ ف ومامته كمان لما حكت لها ان هو بيكلم بنات تقول لي انا ابني راجل. مجرد كلام وانتش عرفك عادي، كلها مم. نزوات. بكره مم. تجيبي له حته العيل ويقعد في بيته يعني عادي هو حبيب ويستقر. قلب ماما اللي ما عرفتش تربيه للأسف، هي شايفة ان دي الرجولة، انه يعرف بنت واتنين ويعمل علاقات محرمة. اه، مجرد كلام، ده مجرد دردشه زهقان، طلع مجرد وهو ده كلام، ده انا لسه البيت عروسه. وهو ده البيت اللي انت، يعني هو ده البيت ده ما شفتيش فيه اي حاجة تدل على اللي انت وصلتي له؟ ولا انت خليكي واضحة، انت قصرتي في حق نفسك؟ انا جيت على نفسي كتير قوي يا استاذه مروه، حتى بعد الطلاق حاولت ان انا ارجع وكلمته ان احنا نرجع. هو اللي بدأ يحط شروطه. انا عايز حاجتي كلها، طبعا انا خدت قيمتي كامله مم. واداني حقوقي بعد تدخل الناس، كمان كان بيلف عليا وكان منشف رقنا مش عايز يديني انت حقي. ما جبتيش اطفال بعد الحمد لله. لا، لسه ما الحمد كنتش جبت حاجه. الحمد لله. كلمته اللي عايز يرجع بشروطه هو، هاتوا عفشي اللي انتوا خدتوه، هاتوا قيمتي بقالك قد ايه كامله، هاتوا. متطلقة؟ بقالي 5 شهور. ليه صوتك اكنك معيطة من ربع ساعة؟ عشان انا كنت بحاول اكلم حضرتك، انا اول مره اتكلم في البرنامج اصلا. مم. لكن بحاول ان انا لكن اكلم حضرتك لسه من بدري. بنعيط. وانت انا بقالك مش عارفه اواجه الحياه، مش عارفه اواجهها. ليه؟ ليه حاسه ان شايفة هي، حاسه انه بقى عيب. ليه شايفة ان الحياة كلها هي عبارة عن جواز واستقرار وبيت؟ ده انا مش بقول ان دول مش مهمين، بس مش الحياة كلها كده. يعني انا عايزة اسألك سؤال وخليكي واضحة وكلميني بصوت عالي. سيبك، انت يمكن حاضر. انت شخصية، انا ما اعرفكيش، بس ممكن تكوني حد طيب بزيادة، او حد بيضحك عليه قوي، او حد من هو صغير اتعود ان عادي اللي قدامه ياخد حاجته فيسكت ويستسلم. كان بيحصل لك كده هو وانت انا صغيرة؟ وحيده. انا وحيده بابا وماما، فدايما ان هم كانوا قافلين عليا بزياده. انا ما عنديش اخوات خالص، اه. ولا اولاد ولا بنات. فدايما طب انا يعني متربيه في يعني المفروض ان انت حضنهم، ما واجهتش الشارع. اتدلعتي، صح؟ اتدلعت بس في حضنهم، انا ما واجهتش ايوه الشارع بس وما عرفتش ناس برضه. شبعتي دلع بابا وماما، شبعوكي، صح؟ اه، طب الحمد لله بصراحه. يعني انت اكتر واحده، اكتر بنت في الكون، مفروض لما تتجوز من كتر ما هي شبعانه، عارفه يعني ايه شبعانه؟ يعني عندها امتلاء. من كتر ما هي شبعانه دلع وحب وحنان ورحمه، ما ينفعش تتجوز واحد اقل من هذا الليفل، ما ينفعش.
لازم تتجوزي اللي يطبطب ويدلع ويهادي ويبقى حنين زي بابا. هو مفيش زي بابا ومش هيبقى مفيش فيه زي بابا خالص، مفيش زي مش بابا هلاقي زيه ومفيش ابدا. زي ماما، بس نوعا ما يبقى عنده رحمة، يبقى عارف ربنا، يتقي ربنا فينا، يصوننا ويحترمنا، ويحترمنا في غيابنا اكتر من حضورنا كمان. فيا بنت الناس، انا بسألك وجاوبيني، ليه شايفة الدنيا كلها عبارة عن بيت واستقرار مع ان الدنيا فيها حاجات كتير؟ وانت سنك صغير، عندك كام سنة؟ عندي 26. طيب يعني اللي قدك لسه ما اتجوزوش اصلا. فين المشكلة؟ ليه مصعباها على نفسك وهي سهلة؟ ليه شايفة الدنيا خلصت مع ان ربنا رحمك رحمة واسعة لما نقذك من بني ادم عديم الدين، عديم الاخلاق، عديم التربية، ما يعرفش ربنا، مفيش اي صفة عدلة فيه. اللي يخون من بعد 7 شهور، اللي يخون اصلا ويقبل يعمل علاقات حرمها ربنا وهو عنده قناة شرعية وعنده مراته في الحلال، فده بني ادم عديم الدين. واللي ما يخافش ربنا لازم نخاف منه. والحاجة الأهم، يا ريته عمل كده بعد سنين فمل من عشرتك وزهق وواحدة لفت عليه زي ما بيتقال. ده عمل كده بعد 7 شهور. والله يا استاذه مروه انا ما كنتش مقصره، ده انا كنت بصحى من النوم بديله علاجه بفطره قبل الشغل وبعمل له كل حاجه قبل ما مم. ينزل. مم. انا كنت في بيت اهلي ما بعملش ده كله، هم كانوا مستغربين، وبغسل وبطبخ وبعمل كل حاجه انت ربنا حبيتي، امرني بيها. انت حابة الحياة دي، حابة الحياة اللي تكوني فيها مسؤولة وليكي بيتك. وانا مش بقولك لا، كل البنات اللي على وجه الارض بيبقوا عايزين يعيشوا الحالة دي، بس عايشها مع مين وازاي؟ عايشها مع اللي يقدر، عايشها مع اللي اسمع منه كلمة طيبة، عايشها مع اللي يطبطب ويرحم، مش عايشها مع بني ادم ما يعرفش ربنا، مش عايش مع بني ادم كان بيفضحني وبيبهدلني وبيجي عليا وبيذلني وبيظلمني، واللي خلفته كانت سبب وجوده في الدنيا بتعاونوا على الظلم. وانا دايما بقولها، ربنا مش هيعاقب الظالم لوحده، كل اللي عاونوه عن الظلم هيتعاقبوا زيه، كل اللي كانوا شايفينه بيظلم واقفين ساكتين خرصة هيتعاقبوا زيه، كل اللي ما قدروش يرفعوا ظلم وينصروا حق هيتعاقبوا زيه. عشان كده حسبنا أرجوكي، الله ونعم الوكيل. بس وكفى. بس خلصت المحطة دي، لازم ننتهي من حياتنا. انتي قلتي لي كلمي كل مطلقة مش عارفة تعيش بعد الطلاق، كل مطلقة مش عارفة تعيش بعد الطلاق بقول لها كلمة واحدة بس، ما ينفعش تبكي على بني آدم ما يستاهلش اللي حصل واللي وصلك لفكرة انك تبقي عايزة تتطلقي وانت كنت عايزة تعيشي، يبقى هو اللي ما يستاهلكيش. اي ست كانت عايزة تعيش، لكن اللي عملوا فيها جوزها وصلها انها تطلب الطلاق، يبقى ده ما يتبكيش عليه. ما تبكيش غير على نفسك وبس، واعملي لنفسك كل حاجة تسعدها عشان ما تبكيش عليها. قوموا وافرحوا واتبسطوا، والدنيا حلوة، والدنيا مش كلها بيت وعيال، على قد ما دول نعمة كبيرة ربنا ما يحرم حد منهم، بس في حاجات تانية في الدنيا. ما تقعدوش تقفلوا الدنيا على نفسكم وتشوفوها من خرم إبرة، ده ربنا مفيش أوسع من رحمته، خلق لنا بدل الشيء مليون شيء، عشان لو ما توفقناش في ده نروح نشوف لنا بدايل. عيشي وافرحي، دي انت شبعانه حنيه في بيت ابوكي، فاللي يجي مش هقول زي بابا، بس ما ينفعش يقل عن مستوى بابا، على الاقل تشوفي فيه حبه من حلاوه بابا، حبه لو صغيرين. لكن افضل بعد 6 شهور من الطلاق ولا 5 شهور بالصوت ده وبالانهيار ده، وانا اللي اكلمه بعد ما يكون عامل فيه كل ده واقول له والنبي رجعني ازاي؟ نسيتي له ازاي انه ضربك وطردك بهدومك الداخليه؟ نسيتي له ازاي؟ في حاجات ما تتنسيش، ولو نسيناها يبقى احنا مش بني ادمين طبيعيين. لازم نفتكر كرامتنا ونحطها قدامنا، اللي مش هيصون كرامته ما يطلبش من حد يصونها له لو سمحتوا. فأرجوكي كل واحدة متطلقة أو كل واحدة فسخت أو كل واحدة كانت مرتبطة وسابت خطيبها أو سابت حبيبها، فوقوا لو سمحتوا، فوقوا لو سمحتوا. ما ينفعش نبكي على بني آدمين، خسارة عليهم البكا. حتى دموعك غليها وعززيها وتنزل على اللي يستحق، تنزل على الغالي، لكن ما تنزلش على الرخيص. مين تاني معايا؟